بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بتكلم للناس المحترمة والشعب المحترم والأسر المحترمة، إنه الست المحترمة تشال على الراس، والست اللي مش محترمة ما تشالش على الراس. مفروض أنا بتكلم على الستات اللي في مصر، هم طالبين من الرجالة ايه؟ مفروض الانسانة تعيش وتربي عيالها، الواحدة تشوف ظروف البلد وظروف الانسانية. مفروض انا بتكلم للشعب المصري، الستات المظبوطة على تشال على الراس، اللي مش مظبوطة تغور في داهية، والناس اللي مش مظبوطة تغور في داهية. وانا بتكلم والشكوى دي للنائب العام ولرئيس الجمهورية وللناس المحترمة، لكل الناس المحترمة. انا بقول الناس المحترمة تشال على الدماغ، والناس اللي مش محترمة تغور في داهية. وبناشد رئيس الجمهورية وبناشد الدولة كلها، لكل الاسر المحترمة، مفروض اي واحدة تعيش وترضى بنصيبها وتقول الحمد لله. امال هم عاوزين يخربوا البلد. الستات الشمال دول عاوزين يخربوا البلد. الواحدة عاوزة تتطلق خلع وتطلب خلع وتطلب كذا، وعشان تاخد نفقة وتاخد زفت على دماغها. امال هي مش عاوزة تعيش وعاوزة تاخد اي حاجة. وانا بناشد المسؤولين وبناشد النائب العام، لكل الناس المحترمة على دماغي بكل احترام وكل تقدير، وتحيا مصر بكل التقدير وكل الاحترام للناس المحترمة، للأسر المحترمة، الأسر الشمال. الستات اللي ماشية شمال في البلد لازم تراعي ربنا، تراعي ربنا. القرآن ما قالش كده ولا ربنا قال كده. وانا بناشد النائب العام وبناشد رئاسة الجمهورية وبناشد رئيس الجمهورية بكل احترام وكل تقدير، الناس المحترمة تتحط على الدماغ وتتخدم. الناس الشمال لا 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 لا، واحنا نرفض الناس الشمال. احنا عاوزين كرامة، الست تكون عندها كرامة، مش تمشي شمال وعاوزة خلع ومش خلع وفلوس ومش فلوس ومحاكم ومش محاكم، وفي محاميين بتضحك على الستات لغرضها. وانا عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة. وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر. وبنقول للناس المسؤولة بكل احترام وكل التقدير، بكل الاحترام وكل التقدير، انا بناشد رئيس الجمهورية بكل حب وحنان وإنسان محترم، وربنا يخليه للبلد وللأسرة، وراجل 100%، وهو عمر البلد. الستات يا سعادة الريس مش مظبوطة. في ستات محترمة جدا، وفي ستات عاوزة تخرب البلد وتخرب الحضارة وتخرب كل المجتمع وتشرط العيال، والعيال تشرب مخدرات ويشربوا بانجو وسروكس وكده. كده يا سعادة الريس ما ينفعش، ما ينفعش. قال أنس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا إلا لينشر الخير. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما لا؟ ولما لا وهو الذي زكاه الله، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه في قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما
فلا يعرف قدر النبي إلا الرب العليم. ما نادى الله على النبي في القرآن باسمه مجردا قط. قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: يا نوح اهبط بسلام منا. قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال: يا موسى إني أنا الله. قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فلما أراد أن ينادي على حبيبه وحبيبكم قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. تكمل الفيديو للناس المحترمة، الأسر المحترمة، الأسر اللي بتحافظ على البيوت، مش النسوان الحريم اللي بتخرب البيوت وتشرد عيالها، والعيال تمشي في الشوارع بيناموا تحت الكباري، شربوا كلة، شربوا مخدرات، والبيت يبقى فساد فساد فساد. امال الأسر المحترمة بكل احترام وكل التقدير، الأسر المحترمة اللي بتحافظ على الأسرة. امال الست الفاشلة اللي عاوزة طلاق طلاق وخلع عشان تمشي في الغلط، ده ما يصحش. واحنا بنطالب الستات المحترمة تشال على الراس بكل احترام وكل التقدير. امال الستات الفاشلة دي مفروض لازم يتعمل لها قضية مستعجلة. الست اللي تخرب البيت وتفشل عيلة كاملة وتخرب عيلة كاملة والعيال يتبهدلوا، ودي ست ما تبقاش محترمة وينزل عليها عقوبة، أكبر عقوبة من الدولة. وأنا بناشد رئيس الجمهورية وبناشد النائب العام، لازم نحقق في الموضوع ده ونشوف جميع. احنا بنشوف في بلدنا بيوت العيال بتترمي في الشوارع والستات تطلب خلع وتمشي غلط في غلط. هما الستات المحترمة تشال على الدماغ، الأسر المحترمة تشال على الدماغ، والست البيت لازم تحافظ على بيتها وتحافظ على جوزها وتحافظ على أولادها وتعمر في بيتها. ما يحصلش طلاق 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 على طول كده، لأ. مفروض لو في أي مشكلة يبقى في صبر من عند الله سبحانه وتعالى. ولازم نحافظ على بيتنا ولازم نحافظ على بيوتنا ونحافظ على الأسر الكريمة. وأنا بشوف ستات كتير في بلدنا في مصر، جمهورية مصر العربية، بيحصل طلاق ونزاع كتير، والطلاق ده بيفشل عيلة، والعيلة أسرة كاملة، والعيال بتتبهدل. واحنا طالبين من رئيس الجمهورية لازم يعدل ونشوف ايه موضوع الستات دي اللي بتبوظ أسر كاملة. ومش هينفع مش هينفع. واحنا لازم نحافظ على بلدنا ونحافظ على الأسر. والست الفاشلة اللي ما بتعمرش في بيتها وبتمشي غلط دي لازم ينزل عليها عقوبة. واحنا بنشوف مناظر مش كويسة، والمناظر في بلدنا دي، احنا بلدنا بتتقدم وبتعمر. لازم
اهم حاجة قبل ما تعمر بلدنا، نتكلم في موضوع الاسر، ونتكلم في موضوع العيال بتتبهدل، وكده مش هينفع، وكده حرام، وربنا ما قالش كده ولا الدين قال كده. ومفروض احنا لازم نحقق الامل الكبير. ايه الامل الكبير؟ من عمر بلدنا لازم الاسر، اسر، كل اسرة تعمر في بيتها، والست المحترمة تحافظ على جوزها، وربنا اداها نعمة، وترضى بنصيبها. والفلوس مش كل حاجة، والفلوس مش تعمل أي حاجة، ولازم نحافظ على بلدنا، ونحافظ على الأسر الكريمة، ونحافظ على أولادنا، ونحافظ أهم حاجة على الأولاد، وعشان الأولاد ما تتبهدلش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.